عارفين مين القديس اللي خلى عصاية عادية جدا تتحول لشجرة نبأ كبيرة؟ اتولد يحنس القصير في الأقصر، ولما كبر راح للبرية لراهب اسمه الأنبا بموة واستأذنه انه يترهبن، وساعتها صلى الأنبا بموة علشان ربنا يكشف له عن يحنس، فظهر له ملاك وقال له اهتم بيه كويس لأنه هيكون قديس عظيم. وفي يوم حب الأنبا بموة انه يجرب يحنس، فقال له تعالى هنا وخد العصاية دي وروح ازرعها وكل يوم تسقيها. وكان ساعتها مكان البير بتاع المية بعيد جدا، ولكن يحنس سمع الكلام بكل طاعة وقال له حاضر، وفضل يحنس يهتم بالعصاية دي لمدة 3 سنين وعمره ما اعترض، لحد ما فجأة كبرت العصاية دي وبقت شجرة نبأ كبيرة جدا. وكانت الشجرة دي موجودة لحد وقت قريب جدا، وكانت بتطلع ثمرة النبأ. وفضل القديس يحنس القصير عايش جنبها لحد ما تنيح بسلام. وبنعمة ربنا خلوة بودكاست موجودة معاكم وجنبكم في كل مكان في حياتكم، وعلشان كده دلوقتي قررنا اننا نكون معاكم في شغلكم. فخلوة بودكاست بتعلن دلوقتي انها هتقدر تساعد اي حد عنده شغل خاص بيه، سواء كان مكانك في مصر او في اي مكان في العالم، سواء اونلاين او اوفلاين، وتزود مبيعاته، وده عن طريق ايكو. فايكو هي ماركتنج ايجنسي بتاعت خلوة بودكاست، واللي هتساعدك توصل لكل العملاء بتوعك بطرق مبهرة جدا. فسواء انت موجود اونلاين او اوفلاين، ايكو هتخليك دلوقتي موجود بشكل احترافي وهتزود مبيعاتك. تقدر دلوقتي تبعت لنا على اي منصة او على الرقم اللي ظهر قدامك. خلوة بودكاست معاك دايما.